في حوار إبراهيم فايق مع سيد عبد الحفيظ أكتر من ساعة ونص، أشطر إعلامي مصري اللي هو إبراهيم فايق معرفش يطلع من سيد عبد الحفيظ بمعلومة غير اللي عايز يقوله عليها. أول حاجة سأله عن الانتخابات ودوره في الفترة اللي جاية، قال له إن ما ينفعش قرار جماعي يعلن عنه بشكل فردي غير عبر القنوات الشرعية. اتنين، سأله عن مشاكل الأهلي وقال له الأهلي ناقصه إيه وأول حاجة هتعملها لما تكون مسؤول. رد عليه رد دبلوماسي وقال له الأهلي مش ناقصه غير شوية هدوء، ما فرضش عضلات. تلاتة، سأله عن موضوع المدرب وهل شايف إن الإدارة ماشية متأخر في الحوار ده. قال له ان المدرب لازم تكون فيه سمات معينة وان داخلين على مباراة مهمة الاولى نركز فيها لانها الاهم. اربعة، سأله عن موضوع ياسر ولو هو اللي موجود كان هيقرر ايه. رد قال له انا مش منوط بالحتة دي، وكابتن وليد صلاح الدين عامل شغل جامد جدا وعاجبني ومالي مركزه. ابراهيم فايق اخر ما زهق قال له يا كابتن سيد انت لسه محلل فني في MBC، لازم تتكلم وتقول رأيك، انت مش مسؤول لسه، امال لما تستلم رسم هتعمل فينا ايه. حتى دي كمان قال له معايا شريحتين هغير، اطلع الشريحة دي واركب الشريحة التانية علشان ما حدش يتصل بيا. الحقيقة ان ده مش جديد على الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بقاله سنتين واكتر بره النادي، عمره ما طلع سر لدرجة اننا ما نعرفناش ان كان في خلاف بينه وبين كابتن الخطيب غير النهارده بعد رجوعه، مش هو مختلف معاه. شخصية تليق بالاهلي اسمها سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ مرمط مدحت شلبي مع ابراهيم فايق على قناه MBC. صار مدير الكره السابق بالنادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ جدلا واسعا بعد تصريحاته الحاده التي وجهها للاعلامي مدحت شلبي على خلفيه تشكيكه في الحاله الصحيه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. اعتبر عبد الحفيظ خلال استضافته عبر برنامج الكره مع فايق المذاع عبر قناه MBC ان ما حدث تجاوزا خطيرا في حق شخصيه بحجم الخطيب، مؤكدا ان المرض لا يجوز التشكيك فيه او تحويله الى ماده للجدل الاعلامي. وقال عندما يأتي الأمر إلى التشكيك في المرض فهذا هو النقص في أبهى صوره. وأوضح أن العمر أكثر من أن يهدر في مثل هذه الصراعات الإعلامية التي تهدف إلى تصدر المشهد على حساب احترام القيم الإنسانية. وأضاف العمر لا يستحمل هذه المعارك ولا يستحق أن نتنافس على من هو الإعلام الأول أو الثاني، وفي النهاية العمر لحظة. وأشار عبد الحفيظ إلى أن الخطيب شخصية لها مكانتها وتاريخها، وأن محاولات التشكيك في معاناته الصحية لا تعكس سوى أسلوب غير لائق يتعارض مع المهنية الإعلامية ومع القيم الإنسانية التي تفرض احترام خصوصية المرضى.